السلام عليكم. النهاردة هنعمل كفتة خفيفة جدا، من ربع كيلو لحمة بس. هنعمل كل الوليمة دي، هتعزمي عليها حبايبك، هتعمليها في العزومات، هتعمليها أكلة خفيفة لولادك. لو انتي أسرة كبيرة هيكفيكوا الكمية دي، لو انتي أسرة صغيرة ممكن تعملي جزء منها والجزء التاني لا. هنقطع بطاطساية كده عشان هنفرمها في الكبة، ومعاها بصلاية وهنفرمهم كويس جدا لحد ما يبقوا خليط ناعم خالص كده. ونصفيهم كويس، هنضربهم في الكبة لحد ما ينعموا زي ما انتوا شايفين. هحطها في المصفى بقى واصفي السوائل اللي فيها علشان ما تطريش الكفتة بتاعتي قوي، واضطر احط لها مكونات تانية كتير تخرجها من طعم اللحمة خالص. لا، احنا عايزين طعم اللحمة يبان فيها. خلاص عصرتهم كده، وهشيل المية دي على جنب، ممكن تنفع لأي تتبيلة. معايا ربع كيلو من اللحمة، بس ربع كيلو لحمة مفرومة. حطيت قرن فلفل وشوية بقدونس، وحطيت معلقتين من النشا، نص معلقة من البيكنج باودر، نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل، وبهارات اللحمة كمان نص معلقة، وثلاث معالق من البقسماط، وكسرت عليهم بضاية. زي ما انتوا شايفين انا حطيت البطاطساية نية عشان تتفرم مع البصلاية. فرمت كله بقى لما بقى كله نسيج واحد كده وطعم واحد، وحطيتها شوية في التلاجة لحد ما مسكت نفسها، وجبت شوية مية وبدأت أقطع بقى الكفتة بتاعتي. أنا عملتها دواير، عايزة تعمليها صوابع ماشي، عايزة تعمليها شكل بيضاوي، أي شكل تحبيه وولادك يحبوه، بس أنا قلت تغيير نعمله دواير كده، نعملها دواير. هقطع الكمية بتاعتي كلها. الأكلات دي موفرة يا جماعة وجميلة جدا، وكمان طعمها حلو. زي ما قلت لك، لو الأسرة كبيرة هتكفيها، لو الأسرة صغيرة هتشيلي نصها لحد ما تعوزيها وتطلعيها تاني. اعملوا لنا لايك بقى عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. لو لسه ما عملتوش لايك لحد دلوقتي. هنقطع الكمية كلها بتاعتنا كده، وهنحطها برضو شوية في التلاجة علشان تمسك نفسها، او هي ماسكة نفسها كمان كويس جدا. لو انتي مستعجلة ممكن تعمليها على طول، لكن انا ما كنتش مستعجلة فشلتها شوية في التلاجة. عندي الخلطة كلها جافة بقى، ما عنديش خلطة سائلة خالص لاني حطيت البيض معاها وهي بتتفرم. شوية ملح وفلفل وشوية بهارات، وعندي كمان بابريكا. وبدأت احط بقى البقسماط او الكفر الخارجي. هيتقلي على طول كده بالكفر الخارجي ده من غير كفر سائل. ممكن بقى تبشري او تفرمي الدوريتوس وتحطيه. ممكن الكريسبي، ممكن برضو تديله خبطة كده في الكبة وتحطيه مع البقسماط يعمل شكل. لا، انا استغنيت عن كل ده وعملت البقسماط الناعم بس، لسبب انه انا ما عنديش مادة سايلة علشان الحاجات اللي هي الخشنة دي تمسك فيها، فقلت يبقى الحل الوحيد هو البقسماط الناعم. الاختراع ده وليد اللحظة كده يا جماعة، وانا واقفة في المطبخ اصلا مش عارفة اعمل غدا ايه النهاردة، فقلت اعمل غدا خفيف ما فيهوش بقى لا صلصة ولا تسبيكة ولا اي حاجة. بفكركم تاني، اللي لسه ما عملتش لايك لحد دلوقتي واللي لسه ما عملش لايك يعمل لنا لايك، ويدينا كومنت حلو كده، ويحاول يشير الفيديو ويدخل القناة ويشترك. شايفين اللون بقى والجمال. نسيت اقول لكم ان الزيت ما يبقاش سخن لدرجة ان هو مقدوح جامد، اول ما الكفتاية تنزل يديها لون وخلاص، لا ده عايزينه هادي. وكمان توطي عليها النار علشان تاخد حقها في السوا. حمرت شوية بطاطس وعملت شوية سلطة ومكرونة، وكانت أكلة لذيذة جدا جدا، وطعم اللحمة الكفتة دي كانت هايلة قوي. جربوها مش هتندموا واعملوها. زي ما انتوا شايفين من جوه مفتحة وجميلة ومستوية، طعمها كان لذيذ ومسكر كده، وكانت جميلة جدا جدا، هتعجبكم. شايفين الشكل والطعم. شكل وطعم يا جماعة زي ما احنا عارفين ومتفقين ان العين بتاكل قبل البق. لو ولادي شافوا الحاجة منظرها جميل كده مش هيدوروا في المكونات وهياكلوا منها. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.